السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. لايك بتاعك يا ست الكل، ونصلي على الرسول وتعالوا نشوفوا بقى ايه اللي حصل في المطبخ. اللي حصل في المطبخ يعني انا لسه شامه نفسي وبقول يا هادي، وبقول الحمد لله تمام خلاص. المطبخ اتعمل وبتاع، واللي حصل اللي حصل له ده اللي حصل له كنت لسه مشطباه وطالع عيني فيه. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل. هقفل معاكم السجل الصوت على كده. اللهم صل على النبي. وهوريكم اللي انا عملته في المطبخ ايه. بصوا بقى يا جماعه اللي حصل في المطبخ. بصوا الحاجات دي انا لسه حطاها دلوقتي، اللي هي الازاز، الحاجات دي. بصوا اللي حصل في المطبخ ايه. بصوا الغريبه ان انا لسه منضفاه وغسله المواعين. بصوا مكانش في حاجه في المطبخ خالص. بصوا بقى، زي ما قلت لكم ان انا هجيب شركه المطابخ عشان خاطر تعمل لي حاجات في المطبخ، حاجات تعديلات. الضرفه ديت كانت تربو، فاكرينها؟ ما كنا بنشدها كده كانت تربو. التربو ما كانش نافع خالص، وكان كل شويه يقع من مكانه. ليه؟ عشان التربو لازم يكون مكان غويط. هو لو المكان ده كله مفتوح كده لغايه هنا، مطبخ يعني، كانت كلها تبقى واحده، كان هيبقى تمام عادي. بس هنا كلها، بصوا لو تلاحظوا هنا الحيطه، فكان كل شويه يقع من المفصلات وبتاع، حتى هي المفصلات بتاعته. بصوا اهي، دي حاجه الناس بتاع المطبخ. بصوا التعويره اللي تعورتها. المهم انا قلبتها ضرفه كده زي ما انتم شايفين. بصوا كل ده هيتنضف دلوقتي. بصوا قلبتها ضرفه. بصوا ليه بقى؟ عشان خاطر التربو ما كانش نافع خالص معايا. انا كنت عايزه زي تربو او حاجه ان انا احط فيها الازاز اللي زي كده. الازاز الزيت عندي كبيره. بصوا ازازه الزيت دي مش بلاقي لها مكان احطها فيه عشان هي كبيره طويله. فاهماني؟ ف انا اتواصلت مع شركه المطبخ، مع المهندس اللي عمل لي المطبخ يعني كده. فقال لي بصي، هو مش كل شويه بيقع عشان خاطر مش غويط، المساحه مش موجوده، فاحنا هنقلبه لك ضرفه. فدي اصلا شالوا اللي هي الحاجات اللي بتبقى كانت هنا دي، وركبوا لي مفصلات. تمام. بصوا ده حتى، بصوا الاستيكر لسه ما اتشالش من عليه اهو. فهم قلبوها لي كده. احط بقى فيها ازاز براحتي، ازاز الصوصات اللي زي كده، ازاز الخل، الزيت، براحتي. ان انا ممكن اشيل دي كده واحط حاجه طويله، فاهمني؟ فاعمل فيها اللي انا عاوزاه. دي كده اول تعديل انا عملته في المطبخ. تاني حاجه، الوزره دي اللي هنا دي، اللي من تحت هنا دي، الجزء دي كان مش كانت اتفكت، جبتهم يركبوها لي. تالت حاجة بقى الميكروويف. لما انا كنت عاملاه. بصوا هو تصميم المطبخ اصلا كان المفروض ان هم يبقوا فيه رفين. ف الوحدة كذا شركة كانت هتعمل لي المطبخ، كانت هتعمل لي الميكروويف هنا تحت الوحدة دي. فالشركة بقى اللي عملتها قالت لا، احنا عايزين نخلي كل دي رخام، عشان خاطر لو احنا عملناه من هنا فهياخد ايه من مساحة المطبخ اللي قدام، فاحنا هنخليه مثلا زي في الدرة، فاهماني؟ المهم ان احنا ايه، ركبنا البتاع كده. ده كان اللي تحت دي كان هنا اهو، كان ده كله ضرفه، كنت حاطه عليها الحاجات دي كلها وبتاع ومش عارفه ايه. فالمهم رفعناها ليه؟ عشان خاطر يا جماعه انا ما كنتش مستغليه الحته دي خالص. الحته دي كانت، بس معلش عشان بس لسه محضره اللانش بوكس بتاع سنين. فالحته دي كلها كانت مش موجوده، فكانت يعني مهدره من الرخام. انا كنت الحته دي كلها كنتش مستخدماها، انا بس مستخدمه الحته دي، وراكنه فيها كمان الاير فراير، فمش حاطه فيها حاجه. فانا هنا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هنقل فيها مثلا الحاجات دي بدل الرخامه دي كلها، دي اللي انا بشتغل عليها، فانا عايزاها على طول تبقى فاضيه. فانا هنقل الجزء ده كله في الحته دي، فاهميني؟ بس
واحلى حاجه بقى ان هي طلعت ليها الفيشه دي طلعت ليها مكانين، مكان للتلاجة ومكان للميكرويف. فانا بقى ايه، قولوا لي كده احلى ان انا رفعت الميكرويف فوق ولا مكانه تحت؟ ودي اهي بتتفتح عادي اهي فاهماني اهي، بس كده. اللهم صل على النبي. فقولوا لي كده احلى ولا ايه؟ بدكم تقولوا لي كده الاحلى ولا الاول. انا بس عملتها عشان خاطر يعني زي ما قلت لكم الرخامه دي ما كنتش مستغليها في حاجه، وانا عايزه الرخام يبقى فاضي والكلام ده. جم اقسم بالله عايزه اقول لكم على حاجه في قمه الادب والذوق، اقسم بالله. يعني قالوا لي هاتي المقشه واحنا هنكنس، قلت لهم لا، عشان هم كانوا اصلا جايين الساعه 7:30، وانا اصلا 7:30 دي بكون خلاص بسقط بنام. فقلت لهم لا خلاص امشوا وانا هعمله. بصراحه هم قالوا لي ننضفه وبتاع، فقلت لهم لا انا بصوا البوتاجاز كنت عاملاه، مش عارفه ايه اللي حصل هنا ده. بصوا تعالوا بقى ننضف كل الكلام ده مع بعض. عاوزاكم بقى في التعليقات كده تقولوا لي اللي انا عملته ده حلو ولا لا. ان انا رفعت الضرفه بتاعه الميكرويف فوق، والتربو انا قلبته ضرفه عشان برضو ان انا استخدمه في حاجات اكتر. التربو برضو كان محدود كده، يعني كمان كان متحدد كده انت تحطي له ازايز ايه وبتاع، لكن انا شايفه ان الرفوف هتبقى عمليه اكتر. فقولوا لي حلو ولا لا. وكمان عملت تعديل تالت بس هتشوفوه بقى كده وانا برص في المواعين. المهم يا جماعه، واقسم بالله وحياه ربنا قبل ما هم يجوا هم جم، المدرسه بتاعت سين وسليم كانت خلاص بتخلص يعني. انا عامله لهم ايه بقى. بص انا كنت مظبطه امبارح كان على ايه. احنا بنصحى الصبح، بلبس وبنزل المدرسة، بعد كده بقعد شوية، بعد كده بقوم اشوف ورايا ايه من الغدا بتاع. المهم ان هما بيجوا على الساعة مثلا 2:30 كده، فبيكون الغدا جاهز وكل حاجة جاهزة وبتاع. بغديهم، وبعد ما بغديهم بنخلص الغدا بتكون الميس جت. فالميس جت بقى، يبقى ايه خلاص بنعمل الواجب وبناخد الدرس واحنا قاعدين كده على السفرة. كل ده الميس بتخلص مع سين وسليم مثلا هي بتيجي من الساعة 4 او 3:30، بتخلص على الساعة مثلا ايه 7:30. لقيتهم هما بيقولوا لي احنا جايين في الطريق، بعتلنا اللوكيشن مهندس، يعني بعتلي ناس صناعية يعني من عندهم يعملوا لي المطبخ. يا جماعه انتوا جايين دلوقتي، ده انا بنام. بس هم بصراحه كل الكلام ده ما خدش في ايديهم، يعني تلت ساعه نص ساعه بالكتير ما خدش منهم بصراحه يعني كل الصنايعيه اللي جم يعني في قمه الادب والذوق بتوع شركه المدينه بصراحه. في قمه الادب والذوق بصراحه، من اولهم لاخرهم. انا والله العظيم يا جماعه انا مش بشكر عشان هم مثلا دافعين لي حاجه ولا الكلام ده، انا دافعه فلوس المطبخ كامله مكمله وحياه ربنا. انا بس ممكن يكونوا عاملين لي خصم صغنن خالص، اللي هو خصم ممكن يكون اي حد يعني بيعملوه لاي حد، بس انا بقول كده عشان خاطر هم فعلا الحاجه كويسه نقول عليها كويسه، الحاجه الوحشه بقول عليها وحشه. انا مش مش عشان حاجه مثلا جايلي ببلاش فانا بشكر فيها. انا اقسم بالله ساعات بتجيلي حاجات بتكون دعايه وبتاع فبلاقيها وحشه فبروح مرجعيها. بصوا يا جماعه، انا اللي عند ظهري ده انا لابسه تيشيرت لونه بينك عشان ما حدش يقول لي ده ظهرك. اول حاجه بقى كمان الحاجه اللي انا نسيت اقول لكم عليها، ان انا عدلت كمان الجزء بتاع المطبقيه بتاعه الاطباق، نزلتها لتحت خالص خالص خالص، يعني كده مسمرينها في الارض خالص كده في الارض. هي ليه؟ عشان هي كانت مرفوعه شويه، فكانت الاطباق الكبيره ما كانتش بتدخل. كان عندي كده جزء من الاطباق، طقم من الاطباق ما كانش الاطباق بتاعته الكبيره بتدخل، فانا خليتها بقى ايه ينزلوها لتحت فبقت تدخل الحمد لله. هنا عملت ايه بقى، كل حاجه كانت في المطبقيه بشيلها كده عشان خاطر ايه احطها مكانها، يعني برص المواعين. الصواني احطها على جنب والاطباق احطها على جنب، وكمان الميه اللي كانت في المطبقيه كده شلتها. الصينيه اللي ورا الحنفيه اللي بتجننكوا دي، مع ان الصينيه دي هتلاقوها في كل بيت مصري وعربي والله. انا زي ما قلت لكم بحطها كده في النهار، يعني انا لما بشطب المواعين بتاعه العشاء بالليل بشيلها، بس بحطها في النهار ليه؟ عشان كل شويه يعني بحط فطار ونقعد في الارض ناكل كده، غدا نحط في الارض ناكل كده، عشاء كده، فاهماني؟ ف
اللهم صل على النبي. هنا عملت ايه بقى، همسح بقى كل الرخامات دي. هشيل كل برضو الحاجه ديت. الرخامات يا جماعه اللي وقع منها ده واللي انتوا شفتوه في الاول ده زي نشاره الخشب. فبصوا يا جماعه، انا قطعت الحته دي عشان انا جات لي مكالمه. ف يعني مكالمه كانت مهمه يعني. المهم ايه، رجعت لكم كده تاني. المهم بقى مسكت الفوطه كده ولمعت الرخامات. عايزه اقول لكم ان انا الصبح كنت غاسله الرخامات دي. بس النشاره اللي جت عليها دي، النشاره دي نشاره اللي هو بتاع المطبخ ده خشب، نشاره خشب فوقع. بصوا بقى هنا يا جماعه، شفتوا الرخامه دي؟ بصوا بقى وسعت ازاي الحته. يعني الرخامه كلها كانت مهدوره حرفيا كده، كانت مهدوره من الميكروويف. كنتش يعني عارفه اعمل بيها اي حاجه. كنت بس في الحته دي كنت مثلا بحط كيس، احط اسند اي حاجه. فكده كل دي بقت فاضيه معايا. شايفين التراب عمل ازاي؟ طبعا عشان هما ايه، رفعوا التكييف فوق، رفعوا الميكروويف فوق، فايه فتحوا له في الحيطه. فرحت بقى ماسكه الفوطه كده ورحت ماسحه بقى الرخامات بالوزر بكله كده. الركن ده بقى قلت هخليه هعمل فيه المكان بتاع القهوه والكتل. بس رجعت قلت ايه، الكتل فيشته بثلاث ثلاث فتحات، فهنا فتحتين بس. فقلت خلاص هخلي الكتل الناحيه التانية، وهنا هخلي الاير فراير والايه ومكنه القهوه. بس ايه بقى، يعني شفت الجزء اللي هو اللي اترفع ده، الجزء بتاع الميكرويف اللي اترفع ده كان رف. فالرف ده كان واخد لي بقى الكوبايات اللي هي المجات بتاعه النسكافيه والحاجات دي. فدلوقتي ما بقاش ليها مكان، وانا كنت عايزه ان انا ايه، عايزه اعمل ركن كده، فاهماني؟ فرجعت قلت ممكن ابقى اجيب اللي هو الرفوف الديكور دي اللي بيتحط عليها المجات دي، اللي هي بتبقى مع البلوجر دول، عارفينها بتوع الانستجرام دول. فقلت ابقى اجيب منهم يعني واحطه كده، او اجيب رف كده احط للمجات بس. حطيت بقى هنا الحاجه دي كده مؤقتا يعني، لحد ما اشوف انا هعمل ايه في المجات. بس كده شايفين اهو. اللهم صل على النبي. انا بس بوريكم الشكل، وعلقت البتاع بتاعت الزرع دي كده اهو. ايه رايكم بقى؟ النهارده اليوم كامل كامل متكامل، من تنظيف مطبخ لفطار لغدا لمشتريات لكله كله كله، عشان بس تعرفوا ان الروتين بتاعي روتين يعني مسلي، مش تملي بقى كده وانتي بتتفرجي. عملت ايه هنا دلوقتي، مسحت الرخامه دي كنت غسلها غسله بالعمود بتاعها اللي تحت. بعد كده بقى رحت ماسكه الضرفه اللي اتعملت دي، ورحت جايبه الفوطه برضو، وقعدت ان انا لمعها كده من بره ومن جوه ومن كله كده. بعد كده رحت ماسكه المقشه، والنشاره اللي تطلع اروح مطلعها على بره، النشاره اللي تطلع اروح مطلعها على بره. الكيس ده بصوا، الرفوف والحاجات اللي هي الخشب اللي الزوايد منهم انا برميها، مش هخليها يعني، انا هعمل بيها ايه. فهنا بقى طلعت كده على بره بعد ما كنست. شايفين بقى المنظر عامل ازاي؟ كل دي نشاره طالعه. دي اللي تاني مره اكنس. في اول الفيديو نضفت معاكم، دي تاني واحده بقى. بروح حاطه كده في الكيس. عايزه لما انزل اجيب باسكت، عايزه اجيب باسكت للزباله، عشان الكيس هنا بيتحط كده من غير باسكت. المهم بعد كده بقى رحت ماسكه المساحه بتاعه الموب بتاعه جرين وي، تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. هنا بقى عندي الميه كانت قطعه، فلقيت ميه يعني ميه في ازازه، فرحت دلقاها على الارض ورحت مسحها. انا كنت عايزه بقى ان انا ايه، ادلق ميه كتير، بس الميه كانت قطعه، يلا مش مشكله. المهم بقى انا ايه، بعد ما مسحت كده لمعت المطبخ. هقفل بقى النور عقبال يعني ما المطبخ ينشف، عشان نخش نشوف هنعمل ايه في يومنا النهارده. المهم عملت ايه هنا، سبت بقى المطبخ، انا دخلت طلعت بره ريحت ساعه كده. تعالوا بقى نعمل فطار متين مصري اصيل. بعد بقى جبت الحاجه دي من المطعم عندي في الشارع. اللهم صل على النبي. جبت بقى ايه، الفول هنا مطحون طحنه حلوه، مش فول اللي هو الحب، فانا بحب الفول المطحون. رحت جايبه بقى طاسه كبيره كده، ورحت ايه حطاهم فيها. بعد كده هنا الطاسه هنا كنت قاليه بانيه، فالبانيه كان محروق الطاسه، فغسلتها وايه، واحط لها بقى زيت نضيف كده، عشان ايه، نقلي بقى طعميه كده وبطاطس، واديله ادي. لما بيبقى بالي رايق بعمل طعميه.
الطعميه بقى وبعملها بقى كده، وانا اللي اعملها في البيت. ما بحبش طعميه بره دي ابدا ابدا ابدا. بحب ان انا اعملها في البيت، بحس ان هي حلوه كده، طيبه كده، مخدومه. مع انك هي العجينه بس وسخنه، اهم حاجه تكون سخنه. بحب الطعميه تكون سخنه. انا عماله كل شويه بوريكم التعويره اللي متعوراها في ايدي. عملت ايه هنا؟ جبت 3 بطاطسيات كده ورحت مقشراهم ومقطعاهم كده عشان انا عايزه نعمل بطاطس، مع اني عندي بطاطس جاهزه في الفريزر والله، بس انا بحب البطاطس دي. المهم بقى ايه، اللهم صل على النبي، قطعتها بقى كده وبغسلها وبحط الملح بتاع البطاطس قبل ما بحمرها، مش بعد، لا قبل. جربوا انك تحطوا الملح قبل ما تقلوا، هتلاقيها طعمها حلو قوي، تلاقي الطعم كده احلى. بصوا انا عندنا حطيت الملح اهو، بس كده هروح بقى ايه نقلة على الطاسه كده. الزيت هنا كان سخن خلاص، وايه هقلي بقى كده اللهم صل على النبي، هقلي بقى كده البطاطس سيبها تتعمل عقبال بقى ما اعمل الفطار. عايزه اقول لكم ان انا خلصت يعني انا كنت بفطر هنا، كانت الساعه 2:30. ليه بقى؟ انا نمت اصلا، قعدت شويه نمت، فكان سينو سليم جم وانا ما كنتش لسه عملت غدا، فقلت لهم ايه بصوا احنا نعمل الغدا بالليل، يعني نخلي الغدا عشاء والفطار غدا بس كده. فرحت ايه حمرت البطاطس وجبت هنا الفول. بصراحه كانت نفسي رايحه للاكله دي، نفسي رايحه ان انا اكل فول طعميه بطاطس، اكل المصري دوت، مش جبنه عيش سندوتش نوتيلا بايس كوفي، لا انا عايزه اعمل فطار مصري اصيل. جبت هنا بقى اللهم صل على النبي، الفول هنا بعد ما عملته كده رحت منزله عليه زيت كتير وهزود كمان كده، رحت جايبه ليمونيه ورحت نازله على الفول برضو كده. كده بقى هجيب شوكه كده وهبتدي ان انا ايه افرد الفول. انا عايزه اقول لكم ان الاكله دي والله العظيم والله العظيم اتنسفت كده، ما شاء الله الله اكبر. سليم وسليم برضو انا اخدتهم ان هم يحبوا اكل البيت كمان. هم عشان سين وسليم كانوا بيقعدوا مع امي وهم صغيرين كتير، فبتاع ده امي ما عندهاش حاجه اسمها اكل جاهز، كله اكل بيت. فكرة الست البيت هي يعني الست الشاطره هي اللي تعمل اكل البيت، مش انها تشتري جاهز. عارفين ان لما بكون مثلا في يوم بره انا وسين وسليم مثلا في مول مثلا بنشتري حاجات وبتاع ومقضين يوم بره خارجين، ما بياكلوش اكل اللي هو سندوتش ماك، سندوتش مش عارفه ايه، سندوتش مش عارفه ايه. والله العظيم والله العظيم لو هم جعانين قوي اجيبها لهم ما يرضوش ياكلوا البطاطس المحمره اللي بتبقى مع الوجبه مثلا. اللهم صل على النبي. هناكل بقى اوديهم مثلا مكان بيعمل اكل بيتي، زي مثلا صبح كابر بتاع، نقعد بقى وناكل زي كده وهم ايه ياكلوا في دول. لكن اي حاجه تانية من اللي هي بتاعت العيله التوتو دي ما تجيش معانا خالص. المهم عملت ايه هنا، الفول كده كان سخن خلاص، رحت غرفاه كده في قلب الطبق. بعد كده بقى اعمل ايه، حطيت برضو الطاسه تانية على النار، انا كنت مطلعاها كده شويه عشان الزيت ما يتحرقش قبل ما اخلص الحاجه. كده بقى جبت العجينه. بصوا بقى يا جماعه، انا بجيب العجينه بعملها هي ما بعملش عليها اضافات، انا بس بحط عليها كزبره ناشفه من هنا ومن هنا بس. قولوا لي بقى، هو انتوا لما بتحطوا عليها بيض بشوف ناس بتحط عليها بيض وبيكنج باودر، بشوف ناس بتحط عليها الحاجات دي، فبتبقى طعمها حلو يعني ولا بتغير الطعم ولا ايه؟ فانتوا قولوا لي عشان اجرب، عشان انا ايه نص العجينه دي لسه عندي في الفريزر. فقولوا لي بقى عشان ما تترميش. جبت بقى هنا الطعميه، عملتها بصراحه كان طعمها تحفه تحفه. احنا بنحب الطعميه السخنه كده تكون لسه طالعه من الطاسه كده، ايه الله اكبر الله اكبر بجد، طعمها بيبقى حلو قوي. المهم عملت ايه هنا، خلاص كده خلصت العجينه الطعميه، قلبتها بقى على الوش التاني اعمل قرص بيض للانسه سلين. انا بصراحه البيض اللي هو المقلي ده مش بيحبني، او انا ماليش تقلي فيه، يعني ممكن اكله كل فين وفين واكله ماكلوش، بس اللي هو يكون كده لا، يكون مثلا ايه معمول بطماطم وفلفل عليه جبنه موتزاريلا كده فاهماني. لكن يكون ساده كده خالص ده سليم بنتي على طول كده. فهعمل لها بقى قرص كده ايه على قدها تاكله.
المهم بقى ايه، طلعت الطعميه كده خلصت كده بقى. رحت شايله الطاسه عشان انا بقلق من الطاسه تكون سخنه على البوتاجاز. حطيت بقى حته زبده كده على الطاسه، سبتها تسخن كده بقى. بيضايه عليها سنه فلفل اسود، سنه ملح، واديله ادي اديله ادي، وانزل بقى عليها بس. جماعة، وانا مش شطورة؟ مش انتوا المفروض تقولي ان انا شطورة، ان انا بقيت مهتمية كده بشغلي وان انا بصور لكم فيديو كل يوم؟ مش المفروض تقولي شطورة يا دنيا؟ مش المفروض؟ استنوا بقى فيديو بكرة، عشان انا جايبة الحاجة اللي انا كنت قايله لكم عليها قبل كده. الجهاز اللي انا هجيبه اللي كان ناقصني. كلكم جاوبتوا غلط، مفيش غير واحد، لا اتنين هما بس اللي جاوبوا صح. لما انا قلت لهم انا هجيب جهاز والجهاز ده هيبقى في الحمام، اللي قاعد يقول لي شفاط وشفاط للحمام وسخان. طب مفيش، لا مفيش شفاط، لسه ما جبتش الشفاط. في سخان ومش عارفه ايه. انا هجيب حاجه تانية خالص، هتشوفوها في الفيديو الجاي. عملت ايه هنا؟ عملت البيض اهو، والبطاطس والطعميه والفول. وعملت بقى، قطعت كيلو دهب من الطماطم، عشان الطماطم دي انا مسميها دهب دلوقتي. عليها ايه 3 4 قرون فلفل كده. وادي الفطار بقى تمام. فطرت ورحت بقى قاعده قدام التلفزيون بتفرج على مسلسلي المفضل ده، المسلسل اللي انا قلت لكم عليه يا جماعه، برغم القانون. بجد بجد انا عايزه كلمه اوجهها للبورسعيديه اللي بيتفرجوا عليا. هم مصورين فعلا في البلد عندكم، ولا ده لوكيشن ولا ايه؟ بجد بجد حته من الخيال. بجد عجبتني قوي. انا نفسي بس ان انا اقعد في الروف اللي هم كانوا بيصوروا فيه ده، ومش عايزه حاجه من الدنيا. بجد بجد منطقه حلوه جدا. هقول لكم ان انا رحت بورسعيد دي ازاي مره في حياتي، هقول لكم ازاي بس بعد المقطع ده. هنا كنت محتاجه حاجات احطها في التلاجة عشان خاطر ايه؟ انتوا عارفين بقى اللانش بوكس والمدارس بقى، وكل سنه وانتم طيبين. جبت العيش التوست ده عشان سيرين بتحبه مع النوتيلا. جبت طبق اللانشون اطياب. جبت الميكس تيلا دي، حلوه، طعمها حلو قوي قوي قوي، زي نوتيلا كده بالظبط. وجبت العيش اللي هو ده للسندوتشات نفسها، ده اللانشون جبنه رومي بتاع. جبت الشطه دي ما باكلش اكله غير بيها، الصوص الشطه ده. ده مكرونه بشاميل. اي مكرونات عامه، اي مكرونات عامه بحط عليها اندومي، بحط عليها بجد طعمه حلو قوي. جبت العيش التورتيلا دي عشان عايزه اعمل حاجه كده اقول لكم عليها. الراجل انا قايله له عايزه جبنه نستون، بس راح جاب لي كيري وجابها لي كمان مش صغيره. انا ما اعرفهاش دي، ما حدش عندي من العيال يعني بياكلها وبتاع، فجابوها لي. دي سعوديه يا جماعه صح ولا ايه؟ اذا كنتوا تقولوا لي. وجبت بقى ده سلين طالباه بالاسم، الناجتس الحيوانات، اللي هو معمول بقى على شكل بقى ديناصور وشكل مش عارفة ايه. هي الأطفال بتحب اللي هم الأشكال الحاجات دي، فجبتهم يعني عشان بحطهم في اللانش بوكس. وجبت كيسين رز. انا الحاجات دي انا قلت اجيبها مؤقتا لحد ما انزل السوبر ماركت اجيب مثلا الخزين. اقسم بالله يا جماعه انا دافعه تقريبا 680 او 700 جنيه في الحاجه اللي انتوا شايفينها دي، اقسم بالله. جبت بقى ايه، اندومي بالخضار، والاندومي الشعريه المقليه ده حبيبي حبيبي حبيبي. وجبت النسكافيه ده عشان النسكافيه والايس كوفي. ايه تاني يا ربي؟ وجبت الاتنين دول العصاير دول لللانش بوكس عشان يكفوني الاربع والخميس، الاربع والخميس. اتنين سليم وسليم برتقان. وانا جبت لي دي غلبان انا. بس كده، دي الحاجات اللي انا جبتها. تعالوا بقى ندخل ونعمل الغداء. نرجع بس. انا هنعمل غدا ايه بس النهارده؟ هنعمل سجق. هنعمل حمرت بطاطس تاني. انا عندي يعني اكله كده فيها مكرونه، بحب البطاطس كده. ورحت عامله الطماطم. حضرت هنا المناديل. المهم بقى ايه، بجد بجد بورسعيد دي انا رحتها، تخيلوا رحتها قد ايه. كنت في مشوار الكلام ده من 8 سنين فاتوا، من 8 سنين مش عارفه من اكتر. المهم انا كنت متجوزه جديد. رحت يا دوبك دخلت البلد، ما كملتش نص ساعه، ساعه الا ربع. كلنا اكله سمك.
ورحنا لفين تاني. احنا كنا هنقعد في فندق هناك، بس ايه، كنت ساعتها ما جددتش البطاقة. فكان المفروض ان البطاقة اي فندق بيبقى لازم بيبقى فيه قسيمة باسم الزوج، انت هيدخلوك ازاي؟ والبطاقة كمان ما كنتش جددتها، واسم الزوج مش فيها، فكان بقى من المستحيل ان احنا نلاقي حاجة بقى نبات فيها. فروحنا بقى ايه، رحنا اسماعيلية شموسة ساعتها. فان شاء الله باذن الله انا لما شفت المسلسل ده باذن الله هجيها باذن الله. بلاقي ناس كتير برضو بتقعد تقول لي هو انت بالدنيا ما بتجيش ليه؟ عمرك جيتي اسماعيليه؟ عمرك جيتي بورسعيد؟ عمرك جيتي مش عارفه ايه؟ فلا باذن الله هجيها. المهم عملت ايه هنا، قطعت بصل طماطم فلفل، آه حطيت الصلصه بتاعت المكرونه، وغليت الميه كده بقى. رحت نازله بالسجق ان انا ايه، بشوحه كده، وقطعت السجق عشان السجق كان متقطع كبير. انا جايبه السجق ده يا جماعه واللحمه مفرومه او لحمه عادي، بجيبها من السلام اللي في ابراهيم عبد الرازق. تمام يا عم حسين مرضي كده، عشان بس بيقعد يقول لي انت ما بتقوليش المكان انت جايبه منه. بجد يا جماعه بجد حلو جدا جدا. اللحمه بتاعته، انا في ناس يا جماعه بجد في عين شمس اتصدمت منها ان هم بيخلطوا اللحمه بلحمه مستورده. اقسم بالله يعني هو مش عيب انك تبيع لحمه مستورده، بس العيب انك تبيعها على اساس ان هي بلدي، صح ولا لا؟ فبتاع ده انا بصراحه يعني معاه بقالي 4 سنين مش مغيراه بصراحه. 4 سنين ايه، من وانا حامل في سليم. الكلام ده بقاله 6 سنين ولا 6 سنين ونص. فبتاع ده عملت كده بقى المكرونه. بصوا الاكله دي كانت بتنزل في القلب، في القلب. انتوا ما جربتوش المكرونه بتاعتي، ما جربتش المكرونه بتاعتي، وتبا لتواضعي ومن حقي ان انا اتغر، لان انا بعمل مكرونه حلوه قوي بجد بقى، مش اي كلام. اسالوا بقى سيد اخويا، سيد اخويا ده اكتر واحد انا وهو نائر ونقير. فيعني ان انت تقولي له يعني هو مش هيشهد معايا بالباطل. يعني قولوا له المكرونه بتاع الدنيا حلوه، هيقول لي مكرونه بنت لذينه. من وانا يعني من قبل ما انا اتجوز بيقول ان انا بعمل حبه مكرونه طرش 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 بجد حلوه قوي. غرفت بقى المكرونه والبطاطس والسجق والعيش، والحمد لله على كده. ده كان غدانا عشانا، ده كان غدانا عشانا. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم. استنوني في فيديو بكره، ومع السلامه. شايفين السجق بينزل في القلب والله. مع السلامه.